بالضبط المحترفين اللي موجودين. احتكاك كابتن، احتكاك ترى. حتى اللي تتكلم المواجهات هاي اصلا صارت قبل العام. بس هدفنا الفوز ترى، مليون بالمية، مش الاحتكاك فقط. ما عندك اي عذر. نتكلم عن مواجهات حصلت سابقا، لكن تواجد النجوم في الدوري السعودي هذا يعطيك شويه دافع انك تقدم مستوى اكبر اليوم. لكن ما يخفيك اخوي عبد الله اليوم انديتنا قادره على الاحتكاك في هذه البطوله والوصول لابعد نقطه. نتمنى ان شاء الله التحضير بشكل جيد لانديتنا في هذه البطوله. نتمنى ان شاء الله التوفيق لانديتنا. اعتقد حتى بعد كذلك انا اللي عجبني طبعا تيفو نادي العين في دوري ابطال اسيا يكون دائما مختلف عند الشباب اللي دائما اللي يعملون التيفوهات في نادي العين كريمو او حتى الرابط او حتى المتخصصين في التيفو في مباراة العين في دوري ابطال اسيا. اعتقد العين عنده مع النصر السعودي ممكن اول مباراة ممكن اعتقد يعني، ولكن اعتقد يعني جمهور العين دائما على الموعد من خلال التيفو او الحضور الجماهيري في دولة الامارات العربية المتحدة او المساندة مع الفريق خارج كذلك دولة الامارات. مشاهدين الكرام كذلك مؤتمر تقديم بادو الزاكي اليوم، نظرة سريعة على تقديم بادو الزاكي. والكل يعلم أن بادو الزاكي مدربا للمنتخب الأردني الشقيق في الفترة المقبلة. كان نوع يمكن من نوع من الاستغراب من الشارع الأردني بعد الإعلان عن التعاقد مع بادو زاكي، وبعدين تم الإعلان عن المؤتمر الصحفي، ومن ثم تم إلغاء المؤتمر الصحفي. البعض قال أسباب عائلية، البعض قال أشياء أخرى، ولكن بعيد عن التأويل الواقع هو أن بادو زاكي اليوم يتم تقديمه كمدرب للمنتخب الأردني اللي نتمناه إن شاء الله أنه تكون الأهداف واضحة، خاصة أن المشاركة القادمة للمنتخب الأردني راح تكون في كأس آسيا في يناير في المملكة العربية السعودية، ولحد الآن لم يتم الإعلان عن أي مباريات ودية أو تحضيرية في فترة التوقف اللي راح تكون في شهر 9 إلى شهر أكتوبر، أواخر شهر 9 إلى بداية شهر أكتوبر. شهر 10 المفروض يكون في مباريات ودية تحضيرية لكأس آسيا. نتمنى التوفيق للمنتخب الأردني بصراحة، ونتمنى أن بادو زاكي يكمل مسيرة الحسين عموتة وجمال السلامي، كانت مسيرة ناجحة من وجهة نظري. المنتخب الأردني بصراحة طفرة في السنوات الماضية منذ وصوله لنهائي كأس آسيا ولحد يومنا هذا منتخب متطور جدا. ولكن الأمنية اللي نتمناها هي أن في المؤتمر الصحفي لبادو زاكي يكون هناك إعلان عن الأهداف، نعم، إعلان عن الخطة، إعلان عن وين يريدون هذا المدرب يوصل. ترى الأهداف تتغير كابتن، حتى احنا نفهم، والله الأهداف تتغير، نفهم إذا لا سمح الله صار في انهاء خدمات، صار في محاسبة، نعرف أن فعلا هذا الشخص طلع في المؤتمر قال أنا هدفي مثلا أفوز بكأس آسيا، أنا هدفي أكون من ضمن الثلاثة الأوائل في آسيا، وفشل في الهدف هذا، ساعتها احنا نقول صحيح حقهم. نعم ولكن أكيد. أنك توصل كأس العالم وأنك توصل نهائي كأس آسيا وتوصل نهائي كأس العرب ومع هذا تقوم بتغيير المدرب، أعتقد هناك علامات استفهام. نتمنى أكيد. أن مسيرة بادو زاكي تكون أوضح مع المنتخب الأردني. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. الحديث عن الشباب الأهلي، من الصعوب أنك تستبعد فريق شباب الأهلي في دورينا كابتن أبو راشد. أكيد عبد الله قيمة فنية كبيرة. مليون بالمية. عبد الله شوف شباب الأهلي حضر بشكل جيد، يعني اليوم توقيع مع مدرب جديد يعرف يتعامل مع اللاعبين الصغار في السن، وهذا بين في أول مباراة. أنت يعني لما توضع أفكار واللاعبين يقدموا لك الأفكار اللي يبغيها المدرب في أول جولة، أعتقد هو نجح بشكل كبير. شخصية الفريق كانت حارة، وصول لمرمى الخصم أيضا يصل بكل سهولة. الشخصية يمكن زرعها هذا المدرب على الفريق. وأيضا ما ننسى اللاعبين اللي كانوا موجودين مع الفريق مثل سردار اللي رجع بشكل كبير في هذا الموسم وقدر يعني يسترجع حاسية التهديف بعد الإصابة في الموسم اللي طاف. فهاي تحسب لي جاردين هو تقريبا الأفضل في الجولة الأولى. شباب الأهلي يطمح هذا الموسم ظفر في باللقب، فنتمنى إن شاء الله نشوف منافسة شرسة من شباب الأهلي والعين والأندية الثانية يشاركوا. نشوف الجزيرة يعطي انطباع جيد في أول جولة أن المنافسة هذه راح تكون شرسة
نعم. يعني او الموسم هذا افضل عن الموسم السابق. بالتالي اليوم شباب الاهلي اعتقد حضر بشكل كبير، وايضا ما ننسى ان الشباب الاهلي داخل على لاعب جديد، ممكن في الساعات القادمه نشوف صفقه قويه. نتمنى تكون اضافه لشباب الاهلي ولدورينا، ونشوف لعيبه يعطونا انطباع جيد ان شاء الله، وامنيات كبيره في دورينا. نعم. كذلك مشاهدينا الكرام، الاتحاد القطري لكرة القدم يصدر بيان قبل قليل بخصوص توضيح طبعا آلية المباريات في الاتحاد الآسيوي. يعني يقول، نقرأ بشكل سريع ومختصر: يؤمن الاتحاد القطري لكرة القدم بأن قوة كرة القدم الآسيوية وتماسكها يستندان على نهج قائم على التشاور والاحترام المتبادل والحوكمة المؤسسية الرشيدة. هو طبعا بيان كبير أصدره طبعا الاتحاد القطري بخصوص التوضيح، أعتقد بخصوص دوري أبطال آسيا. بانتظار طبعا، ممكن يقول لك وين الاتحاد الإماراتي. إن شاء الله الاتحاد الإماراتي يكون موجود إن شاء الله.